والله يسعد لي أوقاتكم من وين ما كنتوا عم بتشوفوني وبأي وقت عم بتشوفوني. يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي، معكم جنى هوم. إذا لأول مرة كنتوا عم بتشوفوا قناتي ما تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. خلونا أول شي نقول بسم الله ويلا نبدأ الفيديو. اول شي يا صبايا رح اقولكن انه في كتير من الناس انه بتفشل معها طريقة اللبنة. ليش؟ لانه يا بتنشفها كتير كتير وبتطلع قاسية، اما بتتركها طرية وكمان رح تفرط بالزيت لما هيك بنحطها بالمطربان، وكمان بنحط الزيت فوقها فهي بتفرط اللبنة، فلهيك بتفشل. خلوكم معي لنهاية الفيديو حتى تشوفوا كيف عملتها وبطريقة كتير سهلة وناجحة ومضمونة 100%، بتقعد معك أقل شي 6 شهور. وما تنسوني كمان من اللايكات ومن التعاليق الحلوة، والله يسعد لي إياكم يا رب. كتير بحاجة دعمكم هاي الفترة، وبحاجة كمان إنه هيك يعني إنه لتقولي شوي معنوياتي حتى كمل معكم. هلا هون أنا عندي 5 كيلو من الحليب الماعز، وكمان عندي 6 كيلو من حليب الغنم. أنا قلت لكم إنه لما بدي أعرف الحليب إذا كان تقيل ودسم أو لا إنه عن طريق المعلقة. لما طلعت المعلقة علق الحليب فيها، يعني صار في المعلقة في حليب. لما بيكون هو مغشوش ما رح يكون في حليب وبتحسوه إنه عادي، يعني ما في حتى لون غامق بالمعلقة. هلا هون يا صبايا بعد ما حطيته طبعا انا صفيته بالمصفاية الناعمة حتى انه اعرف انه هذا الحليب تصفى عندي تماما. وهون كمان عم بغلي. بعد ما انا اشوف انه هو عم بيغلي رح اتركه 10 دقايق مثل ما خبرتكم بالفيديوهات السابقة. لازم اتركه 10 دقايق يغلي حتى تروح الشوائب منه، وكمان حتى انه يغلي كتير عندي كل ما غلي الحليب. ومثل ما عم فرجيتكم هي الطريقة، لما بده يبدأ يغلي بجيب هيك كبجاي او اي شيء بصير انا ارفع الحليب ونزله حتى يطلع عندي كثافة بالقشطة. انا طبعا هذا الحكي مو من عندي وما نوع حكي، بس هيك هلا رح ورجيكم كيف القشطه رح تطلع عندي كتير كتير سميكه، ورح شيلها يعني ما شاء الله طلعت كل واحد بيطلع عندي صحن قشطه. يعني هاي الطريقه كتير حلوه ومضمونه، انه كل ما بترفعوا الحليب هيك رح تعطيكم كثافه بالقشطه. طبعا هي الصينية اللي بالنص هلا انا عم شيل حليب غنم. بعد ما غلي حليب الغنم عندي رح شيل بهي الصينية ورح ورجيكم شو رح اعمل فيها. انا هي الطريقة لما بدي طالع قشطة تكون سميكة كتير كتير. هلا رح ورجيكم شو رح اعمل فيها. هديك الصينية الصغيرة حليب غنم، هذا الحليب حليب ماعز كتير كتير طيب. في ناس ما بتحبه بس باللبنة والله العظيم يا صبايا كتير طيب. اللبنة بالذات لما بتخلطوها حليب غنم وحليب بقر وحليب ماعز رح تعطيكم نكهة كتير كتير طيبة وكتير بتشهي القلب. والله يا صبايا عن جد أنا جربتها مرة وعدتها، يعني أنا بالفيديو السابق جربتها وكانت قلت لكم إنه الكمية كتير قليلة عندي، فحبيت أنا كتر الكمية لأنه فورا خلصت، يعني عن جد إنه حتى الأولاد ما تهنوا فيها. فأنا هلا عندي هون الكمية أكبر بكتير. ما شاء الله شايفين القشطة كيف. حطيت اصبعتي قام شو انه ما نزلت فيها. ليش؟ لانه القشطة عن جد ما شاء الله طلعت عندي سميكة كتير كتير، ويعني بتحسوها كتير حلوة. انا هلأ هون بدي روب اللبن. طبعا هون حاطة انا زبدتين لبن رايب، لبن بقر. طبعا حطيته دوبته انا. هلأ هون طبعا ما رح شيل القشطة، لا بدي خلي القشطة انا على الوجه. بدي شيل القشطة هيك من داير الطنجرة، وحط اللبن من على الداير لأنه بدي خلي القشطة على الوجه. فهون يا صبايا حطيتها. طبعا انا ما قدرت اصور لكم لانه انا حامله الجوال بايد وعم صور لكم بايد الثانيه. عفوا يعني حامله الجوال بالايد وبدي روب كمان بالايد الثانيه فما زبط معي، فلا هيك انا شلت الجوال. هون يا صبايا تركته 8 ساعات وحسيت انه كتير كافي. ليش؟ لانه ما شاء الله جيت اشق عليه ما شاء الله تبارك الرحمن. عن جد ما شاء الله ما شاء الله الطنجره ما تحرق معي. فأنا هون كان الدنيا ليل، روبته مثل ما انتبهتوا كانت الشمس طالعة وبكير، وهون روبته بالليل وحطيته بالبراد لمدة 12 ساعة. أنا خبرتكم المرة الماضية إنه ما كان عنا كهرباء، فأنا ما قدرت أحط اللبن بالبراد واضطريت إنه دغري فورا صفيه. وهاي اللي شلتها على جنب وخبرتكم إنه كيف رح أعمل القشطة.
يا صبايا هون بعد ما شلت أنا كمية قليلة على فكرة، يعني يا دوب يطلعوا كيلو حليب أو كيلو ونص حليب من الغنم، حطيتهم على بخار. حتى بس هيك حطيت يعني إنه مي تحتها، مي بطنجرة، وحطيتها هي تغلي على بخار لمدة 8 ساعات. طلعت هاي الكمية من القشطة ما شاء الله كتير كتير طيبة. هاي الطريقة كتير حلوة إذا حبيتوا تطالعوا قشطة. وهون تاني يوم طبعا أنا طلعت اللبن من البراد. طبعا والله العظيم إنه شو، إنه ضحككن إنه ما إجت الكهرباء وما كسبت شي من البراد أبدا نهائيا. فأنا هون طالعته، بس ما شاء الله هو عن جد ما كان بده براد. يعني أنا لو مخليته بجو حرارة الغرفة أو بجو حرارة المطبخ فهو كان أبرد من البراد. ليش؟ لأنه كان يعني إنه نحن الجو عنا برد، بس هو ما شاء الله مو بحاجة نهائيا كان للبراد. كان عندي يعني إنه ما شاء الله الكثافة، كثافة الجمادية أو الجمود في اللبن كتير كانت قوية. فلهيك أنا ما كنت بحاجة إنه نهائيا للبراد. وبصراحة ما كسبت شي إنه من البراد لأنه ما إجت الكهرباء خلال 12 ساعة. ولهيك عجد يعني إنه ما حسيت إنه استفدت شي منه. هون بعد ما طلعته طبعا أنا رح شيل القشطة كلها. هي ما في داعي إنه لما بدنا نصفي فالقشطة إذا حبيتوا تخلوها عادي، بس أنا كتير بحب إنه هي القشطة شيلها على جنب وآكلها، فأنا كتير بحبها. هون عم ورجيكم إنه كيف كنت بدي أسكب. عم بفرجيكم إنه لما سكبت اللبن ما شاء الله كتير جامد. كمان يعني إنه إذا حبيتوا تعملوا فيهن شاكرية أو ششبرك باللبن أو كبة بلبنية أو أي شي. فهاد الموضوع إنه كتير حلو إنه أنتوا رح تاكلوا لبن على طريقة إيدكن، يعني ضمنانين إنه ما شاء الله الكثافة وكل شي فيه مضمون وما أنا مغشوش نهائيا. يعني فينكن كمان تعملوا هيك. بس أنا إنه النية إني صفي وأعمل اللبنة ما خبرتكن كتير. أنا الأولاد بحبوها، وعن جد هي اللبنة كتير بالشتوية طيبة، يعني أطيب من الصيف. نحن بالصيف ما بنعملها، يعني إنه بنكسب الوقت بالشتوية وبنعمل اللبنة، لأنه بالصيف بنشرب ما بتقعد كتير. فهون ما شاء الله عن جد طلع معي صحن كامل لبن غنم من القشطة. وكمان سكبت واحد تاني نفسه من قشطة الحليب الماعز. كتير في ناس بتقلي إنه حليب الماعز إله طعم وانا طيبة أو إله نكهة مو طيبة. ما بعرف بصراحة أنا إنه ما حسيت في فرق كتير كبير بين حليب الماعز والحليب التاني. بصراحة كتير حسيت طيب. يمكن أنا قالوا لي شغلة إنه الماعز أحيانا بيخلطوه، وأحيانا الماعز حسب إنه شو بياكل. يعني أنا إنه سألت اللي عم بجيب من عندهم الحليب فقالوا لي هي بتاكل مثل الغنم. يعني إنه كتير دايرين بالهم عليها، فما بعرف إنه شو السبب. أنا حسيت إنه أطيب، يعني كتير طيب، إنه ما بعرف، أو لأن سويته بالبيت حسيته كتير طيب. بس حليب الغنم بتحسوه أتقل وبيطالع قشطة أكتر، ومثل ما انتبهتوا حتى أنا طالع عندي قشطة أكتر. ما شاء الله شايفين كيف يعني عم بجرب اقلب الطنجرة ما عم تقلب معي. ليش؟ من عن جد من طالع معي كتير كتير جامد وكتير ناجح 100%. بدي أخبركم شغلة صبايا. في ناس سألتني من المرة الماضية إنه بشو بتروبي، أو إنه في شي معين لترويب اللبن. أبدا ما في شي معين. ممكن تروبوا بالفخار، ممكن تروبوا بستيل، ممكن تروبوا مثل ما شفتوا أنا بطنجرة نحاس، ممكن تروبوا بجاط ستيل، عادي. يعني المهم الترويب يكون تمام. أهم شي لما بتغلوا الحليب مثل ما خبرتكن بتغلوه 10 دقايق، وبتحاولوا تطلعوا الشوائب منه، وبتحاولوا هيك مثل ما شفتوني كيف عم طالع الحليب ونزله حتى يتقل عندي القشطة. بعد ما بتتركوه تختبروا درجة الحرارة تكون 45. وإذا ما عندكم ميزان حرارة، نحنا ما عنا ميزان حرارة بنختبره بالإصبع. فبعد ما بتغلوه بتحطوا إصبعتكم، بدكم تعدوا من 1 ل10 بسرعة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10،
وتتحملوا درجة الحرارة. لا تكون انه اصبعتكم يعني تحملت انه درجة الحرارة كتير كتير قوية، لو ما تحملتوها فهي لسه بده تبريد، ولو تحملتوها فهي كان انه بدكم تسخنوا شوي، ما بده يكون بارد، يعني بدها تكون درجة الحرارة فيه من 45 ل50، وهيك رح يزبط معكم بشو ما كنتوا تروبوا، فهو رح يزبط معكم. وهون يا صبايا انا رديته. طبعا كان انا عندي كيس اكبر من هيك، عن جد لما جيت روب ما عاد لقيته بصراحة، وعن جد دورت عليه كتير ما عاد لقيته، ما بعرف وين رايح. هدول خصوصي للبن، يعني ما بستعملوا لشي هدول البشاكير نهائيا. نحن دول بس بنروب فيه اللبن، يعني انه نهائيا ما بنستخدمه لأي شي بس لترويب اللبن. وهون انا حطيت جات مصفاي وراح حطه، بس انا انه حسيت الكمية ما شاء الله كتير كبيرة، فلهيك يعني انه ربطته شوي وتركته بس هيك ليصفي شي ساعتين 3، بعدين زبطته هون. وهلأ رح انقله على شي اكبر. كمان هي رجعت جبتها جديد. هي مثل الشاش بنسميها نحنا، قلتلكن خبرتكن هي بس للبن. رجعت صفيته يوم كامل وتقلته، وحتى عطاني انا بدي هاي السماكة، ما نشفته كتير ولا بدي خليه انه كان مي. مجرد ما انه وقف عندي وصفى الميات فورا انا شلته. انا بصراحة ما بحب اللبنة كتير كتير ناشفة. وهون حطيت له ملح صخري، وضروري ضروري الملح الصخري لازم تحطوا ملح صخري، لانه الملح فيه يود رح بخرب كتير اكل عنا. بعد ما حطيت الملح وكورت هلا الكمية عندي، انا هون رح كورها هيك مثل ما شفتوا عندي لدوائر. بس اول شي بحط بشكير كمان بخصوصي للبن، ورح شيلهم بالمعلقة. واهم شي يا صبا يكون الملح مانو قليل، يكون زاكي 1%، ما بدي اياه زاكي كتير كتير، لا زاكي شوي. هون رح كورها بالمعلقة وحطها، وبس خلص الكمية اللي عندي كمان بعد ساعتين رح كورها بإيدي لدوائر كلياتها، حتى ما تشقق عندي. ما بستنى لتنشف نهائيا، لا صبايا لازم أنا بعد ساعتين كورها، وبصير صبح أكورها والمساء بكورها لتصير عندي ملمس ناعم، وبدي إياها أنا إنه بالسماكة اللي أنا طالبتها. هلا هون هدول اللي انا كورتهم الصبح، لا هدول كورتهم بالليل، عم ورجيكم انه كيف بزلوا مي. وطبعا انا الصبح بدي غير عليهم، وبالليل بدي غير عليهم تحت منها القماش لازم. وبكورها اذا حسيتوها كانت ناشفة حطوا هيك على ايدكم شوية مي وكوروها كامل. انا ما عم بصوركم طبعا ما في كهرباء، فكنت انا عم ضوي بالجوال حتى ورجيكم. لاحظوا انا كيف حاطة على ايدي شوية مي ورح كورها، بس شوف انه هي ما عادت لزقت معي، فانا هون خلص بعتمد انه هاي صارت تمام. انا ما بحب قاسية كتير كتير، ما تقسوها كتير يا صبايا، وكمان بنفس الوقت ما تخلوها انه كتير طرية، بس تشوفوها انه لما تكوروها على ايدكم وانتو ما عادت لزقت معكم فخلص هي اعتبروها انه صارت كتير كتير تمام. بعد ما كورتها يعني انه شي 3 ايام وما عادت هيك زلت مي على القماش اللي تحت، خبرتكم انه انا الصبح بكورها وبشيل القماش وبغيرها، وبالليل كمان بشيل القماش وكمان بكورها، لحتى هلا هون وصلت للنتيجة المطلوبة، ما عادت لزقت بايدي. وتاني شي انه حسيتها انه رح تنشف تمام. فانا هون خلص انه هي الكمية او هي الشي المطلوب انا بدي اياه. طبعا هون بدي احطها بالمطربان وزيتها. واللي وصل معي لهون ما تنسوني من اللايكات الحلوة حتى عن جد ترتفع القناة عندي، وكمان انه حتى هيك يعني انه ما في سلم ايديكي يا اختنا يا جنى حتى كتبولي بالتعاليق انه شو رأيكم بهي اللبنة، عن جد هيك كتير كتير طيبة. ومين بيعملها كمان مثلنا انه هيك يعني انه باللبن الغنم وباللبن الماعز وباللبن البقر. وكتبوا لي شو رأيكم انتو كمان وكيف بتعملوها على طريقتكم. ما شاء الله عن جد لو تعرفوا قد ايه طلعت طيبة كتير كتير، يعني ما شاء الله الطعم بجنن وبشهي القلب والله العظيم.
اللي زاد عندي حطيتهم كلياتهم بالمطربان، واللي زادوا هدول راح احطهم بالزبدية وكمان زيت عليهم. هدول راح اتركهم انه بناكلهم فورا، وبالمطربان راح اخليهم بكرة برمضان. راح نلاقيهم عن جد على السحور انه كتير كتير بتشهي. نحنا على السحور كتير بنحب اللبنة والجبنة، فلهيك انا تمونتن، وحبيت هي السنة كمان انه اكتر شي اتمونها على طريقتي وبالبيت، لحتى انه الواحد يعرف شو عم بياكل. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. واللي وصل معي لهون وما مشتركين بالقناة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس كمان ليوصلكم كل شي بنزله إن شاء الله. بشوفكم فيديو جديد وروتين جديد. استودعتكم عند رب العالمين، تضلوا بألف خير يا رب كلياتكم. وكمان بحب عن جد اتشكركم اللي وصل معي لهون وحط لي لايك، وكمان حط لي تعليق حلو مثل قلبكم. شكرا كتير كتير لكم حبايب قلبي.